اهلا بيكم. الحقيقه ما كنتش عارف ابتدي الحلقه دي ازاي، لان فعلا الحلقه دي هتقلب لموضوع جدلي جدا، وقعدت افكر كتير قبل ما ابتديها. اقسم الفيديو ازاي وابتديه ازاي واشرحها ازاي وما زعلش حد ازاي، مع ان الموضوع يعني هيبقى فيه شفافيه شديده، وهو ده اللي انا كنت مركز عليه قوي. طب عمرك لاحظت ان العالم دايما متقسم لنوعين من الناس؟ شاي وقهوه، رونالدو وميسي، بي ام ومرسيدس، اهلي وزمالك، وطبعا اندرويد واي او اس. وفي ناس بتحلف ان الاندرويد هو الملك، وناس تانية الاي او اس مستحيل تسيبه. الموضوع كانه معركه، مع الفرق ان في الحالتين انت اللي كسبان، بس في التجربه والولاء الموضوع مختلف تماما. فالنهارده خلينا نحلل الموضوع واحده واحده، مش عشان نعلم مين اللي احسن، لكن عشان نفهم ليه كل واحد متمسك باختياره بالشكل ده، وايه اللي بيخلي المنصتين دول مختلفين، وايه اللي بيخلي في ناس متعصبه جدا ليهم. انا يحيى ناجي، ويلا بينا نبتدي. من أكتر من 10 سنين والعملاقين دول في منافسة قوية قوي بس لطيفة. وبصراحة معركة اي او اس ضد اندرويد او اندرويد ضد اي او اس ما بقتش مجرد في الموبايلات، دي بقت طريقتين مختلفتين في اسلوب التفكير، في التصميم، في اسلوب الحياة جوه العالم الرقمي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. تعال نرجع شريط كده من اول الحكاية، لما ابل قدمت الايفون في 2007 وقلبت توقعات الناس عن معنى الموبايل. لو انت فاكر الموبايلات زمان قبل الموبايلات الذكية، كانت كيبورد صغير كده بواجهة صغيرة ومملة جدا وتقيلة، وتحس ان انت ماسك لابتوب صغير اكتر من انه جهاز ممتع. لحد ما طلع ستيف جوبز عرض موبايل بشاشة لمس شكلها جاية من المستقبل، وشعور استخدامها سهل وبسيط جدا. بعديها بسنة تقريبا جوجل دخلت اللعبة باندرويد، بس هنا في حاجة الناس مش فاكراها او مش عارفاها. اندرويد اصلا ما كانش من صناعة جوجل، ده كان مشروع في شركة صغيرة وجوجل اشتريتها سنة 2005، وكان هدفهم يعملوا نظام مفتوح المصدر يشتغل على اي جهاز، مش بس جهاز من شركة واحدة، عكس ابل اللي من اول يوم ماشية بفكرة السيطرة. اي او اس هو نظام مغلق من ابل، وابل بتصمم فيه كل حاجة من اول السوفت وير للهاردوير. من الناحية التانية اندرويد كان هدفهم الحرية، ان شركات مختلفة زي سامسونج وشاومي وون بلس يبنوا الموبايل بالطريقة اللي تعجبهم ويستخدموا في الاخر اندرويد. والفرق ده اللي هو السيطرة قصاد الحرية لسه هو اللي عامل الفرق بين المنصتين لحد النهاردة. ولو في حاجة جمهور اندرويد بيحبها وبيحبوا يفتخروا بيها فهي التخصيص. مع اندرويد موبايلك فعلا بيبقى موبايلك، بتغير الايقونات، ترتب الشاشة زي ما بتحب، تنزل نغمات. انا عارف ان دلوقتي موجود في الاي او اس، بس من قديم الازل ما كانش الحاجات دي موجودة في اي او اس. وتخلي الجهاز شكله واستخداماته على مزاجك قوي، يعني لو عايز ويدجتس هتلاقيها في كل حتة، حطها براحتك. عايز شكل جديد بالكامل، نزل الثيمز اللي انت عايزها. انت اللي بتسوق هنا، محدش بيقولك ايه الشروط اللي انت المفروض تمشي عليها. بس مشكلة الموضوع ان الدنيا بتبقى زحمة حبتين، على عكس اي او اس. اي او اس بيحب الدنيا تبقى هادية ومنظمة، مش هتلاقي نفس مساحة التخصيص اللي انت هتلاقيها في اندرويد، بس هو ده اصلا الفكرة. كل حاجة ماشية على تصميم واحد، الايقونات، الانيميشن، القوايم، كل التفاصيل معمولة بدقة شديدة. في ناس بتحس ان ده راحة ورقي، وفي ناس بتحسه قيود، ففي الاخر ده بيرجع لشخصيتك، تحب المرونة ولا البساطة. تخيل الموضوع كده كأنه مقارنة بين حي سكني راقي جدا، بس كل اللي عايز يبني حاجة على مزاجه بيبنيها بالألوان والديكورات اللي على مزاجه، ولازق بالظبط جنبه كومباوند كله فيلل شكل بعضها بالظبط، نفس الألوان المتناسقة بنفس الثيم، لكنك مش هتعرف تحط مثلا برجولة في البلكونة بتاعتك عشان للأسف مش هتمشي مع سياسة الكومباوند. نرجع بقى للحتة اللي أبل بتتفوق فيها بقوة. ابل هي اللي بتعمل هاردوير والسوفت وير، عشان كده ده بيديها ميزه ضخمه، لان كل حاجه متصممه انها تشتغل بانسجام كامل. ومعالجات A سيريز من اقوى المعالجات في العالم، وبما انهم مسيطرين على كل المكونات من الكاميرا للشاشه، فالنتيجه تناغم ناعم وسلس بشكل رهيب. على الناحيه الثانيه اندرويد بتشتغل على مئات الموبايلات من عشرات الشركات. التنوع ده قوه، بس في نفس الوقت في تحدي كبير. من ناحيه ان اندرويد بيدي الناس اختيارات ملهاش نهايه، من فولدبلز، من موبايلات اقتصاديه، موبايلات الالعاب، اي شكل يخطر على بالك. بس من الناحيه الثانيه مش كل موبايل اندرويد هيقدم نفس التجربه، يعني في اجهزه سريعه جدا وفي اجهزه تانية تحسها بطيئه او مليانه برامج ملهاش لازمه. الموضوع شبه انك تقارن عربيه معموله بالظبط ومتكستمه عشانك بعربيات كتيره جاهزه من شركات مختلفه. ابل بتعمل عربيه واحده وبتظبطها قوي، بس اندرويد بيسيب كل مصنع يعمل نسخته، والموضوع والجوده بترجع للي سايق. الفكره ان انت لما بتشتري موبايل انت مش بس بتشتري جهاز، انت بتدخل ايكو سيستم كامل. عشان كده بتلاقي متجر التطبيقات بتاع ابل مشهور انه صارم جدا مع المطورين، لانهم لازم يلتزموا بمعايير تصميم وخصوصيه معينه عشان التطبيق يتوافق مع الاجهزه، وده بيخلي فيه عدد اقل من التطبيقات
التطبيقات الضعيفة أو النصابة، لكن في نفس الوقت بيقلل من حرية المطورين وممكن يخلي التحديثات أبطأ شوية والابليكيشنز أكيد هتبقى أقل. الناحية التانية بقى جوجل بلاي نظام مفتوح، سهل للمطورين إن هم ينزلوا تطبيقات يجربوا أفكار جديدة، وده بيعمل تنوع أكبر في المزايا والتطبيقات. بس برضه الانفتاح ده ليه تمن، بنسبة كبيرة أكيد هتلاقي تطبيقات مش آمنة أو التطبيق فيه مشاكل وأنت مش واخد بالك. فالنتيجة الحتمية إن في iOS هتلاقي الابليكيشنز متنقية قوي ومتراجعة كويس ودايما متوافقة مع حجم الأجهزة، لأن هم أجهزة قليلة والأوبريتنج سيستم بيتعمل مخصوص عشانهم. إنما عشان أندرويد نظام مفتوح وبيستخدم في مئات الموبايلات وتجريبي أكتر، فبتلاقيه ساعات مش راكب على الأجهزة أو في باجز أنت مش فاهم هي موجودة ليه. بس في نفس الوقت ما نقدرش نقول إن ده أحسن أو ده أسوأ، هي مجرد موازنة بين الأمان والمرونة. وده بياخدنا لنقطة مهمة قوي، إن واحدة من أهم المشاكل اللي دايما بتواجه مستخدمي أندرويد هي تحديثات السوفت وير، علشان في شركات كتير جدا بتصنع موبايلات اندرويد وكل شركه عامله واجهتها الخاصه واضافاتها، فالتحديثات برضو بتاخد وقت طويل على ما توصل، وفي موبايلات بتقف تحديثاتها بعد سنتين او 3. بس ابل الموضوع مختلف شويه، ابل بتدعم اجهزه الايفون القديمه لفتره طويله جدا. مثلا الايفون 6 اس كان بياخد تحديثات لمده 7 سنين تقريبا، وده رقم ضخم في عالم الموبايلات. طبعا اندرويد بتحاول تلحق، يعني عندك مثلا موبايلات جوجل بيكسل دلوقتي بتاخد سنين من التحديثات، وبراندات تانية بدات تمشي في نفس الاتجاه. بس لو يهمك دعم طويل المدى، ابل لسه متفوقه شويه في الحته دي، مع ان ليها حركات قرعه كتير في موضوع البطاريه بعد تقريبا 5 سنين من الاستخدام. ولما نيجي للسرعه بقى، هتلاقي ان اندرويد واي او اس الاثنين سريعين بشكل مجنون. النهارده معظم الناس مش هتلاحظ حتى الفرق في الاستخدام اليومي، لو بتتصفح سوشيال ميديا، بتتفرج على فيديوهات، بتصور، مش هتحس باي فرق. لكن الفرق الحقيقي هيظهر شويه في الثبات، عشان اجهزه ايفون الاوبريتنج سيستم بتاعهم متظبط كويس قوي عليهم، فهتلاقي حتى الموديلات القديمه شغاله بسلاسه. اما اندرويد فالاداء بيعتمد بشكل كبير على الشركه وسعر الجهاز. يعني مثلا الموبايلات الفلاج شيب من سامسونج مثلا ممكن توصل او تعدي حتى الايفون، لكن الموبايلات الاقتصاديه بتبدا تبطأ اسرع من اي موبايل تاني. اما بالنسبه للبطاريات فالموضوع بيختلف جدا، مع ان ابل طورت الكفاءه على مدار السنين اللي فاتت، بس موبايلات اندرويد بقت جايه ببطاريات ضخمه وشحن سريع جدا. وحته الشحن السريع دي حصري الاندرويد، الايفون لسه بيجري وراها. وهنا بقى نيجي للنقطه اللي الاندرويد فعلا بيكسب فيها قلوب الناس، وهو تنوع الاسعار. ممكن تشتري موبايل اندرويد ب $100 لحد $1500 ويمكن يعدي كمان، وده معناه انه مناسب لاي حد في اي مكان في العالم. ابل من الناحيه الثانيه ثابته على مبدا البريميوم، حتى في الموبايلات اللي المفروض انها اقتصاديه بتبقى اغلى من موبايلات الاندرويد البسيطه، بس برضه السعر له مقابل، وهو جوده التصنيع، السوفت وير المتظبط، وقيمه اعاده البيع. كلها حاجات ابل متفوقه فيها. لكن لو انت بتدور على افضل قيمه مقابل السعر او مميزات معينه، اندرويد بيديك المرونه الاكبر في الموضوع ده. وبعيدا بقى عن المواصفات والانظمه، في جانب اجتماعي كده في اي او اس مقارنه باندرويد، الشركات صدرته لك والناس ابتدت تعتمده. الايفون في ناس كتيره بتعتبره رمز الشياكه والمكانه الاجتماعيه، لانه بيعبر عن البساطه في التصميم والفخامه والايكو سيستم العبقري. وفي الناحيه الثانيه مستخدمين اندرويد بيفتخروا بفكره الاستقلال والتخصيص والاستخدام العملي، وانهم ما باعوش اعضائهم عشان يشتروا الجهاز الجديد اللي نفس الشكل بتاع الجهاز القديم. وبرضه هنا ما نقدرش نقول ان في حد غلطان، انما انا مش معتمد الموضوع ده قوي، هي مجرد انعكاس لشخصيه كل واحد. في ناس بتحب احساس ان الجهاز بيشتغل وخلاص، وفي ناس بتحب تلعب وتخصص وتعمل الجهاز على مزاجها. طب مين الافضل ومين اللي كسبان؟ الحقيقه ولا واحد فيهم افضل بشكل مطلق، وده اللي بيخلي المنافسه بينهم ممتعه، لان الموضوع مش مجرد تنافس، ده تطور، وكل واحد بيجبر التاني ان هو يتحسن، يبتكر، ويعيد تعريف يعني ايه موبايل ذكي. الخلاصه ان انت لو من فريق اي او اس او من فريق اندرويد، الكسبان الحقيقي هو انت، لان من غير الحرب اللطيفه دي موبايلاتنا ما كانتش هتبقى بالذكاء ده ولا ممتعه بالشكل اللي وصلنا له. في النهايه يا ريت اكون وصلت لك وجهه نظري بشكل بسيط، بس مش مهم رايي خالص، المهم رايك انت، تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب، وسلام.